المبنى اللي انتوا شايفينه ده كانت كسوة الكعبة بتخرج منه كل سنة في احتفال كبير اسمه موكب المحمل، وهو موجود على بعد خطوات من ميدان السيدة عيشة، واللي بناه الخديوي اسماعيل سنة 1864 وتعرف باسم كشك الخديوي أو مصطبة المحمل. فلما كانت الكسوة بتيجي من مصنع مخصوص اسمه دار الكسوة في الخرنفش، بيستقبلها الخديوي هنا بنفسه ومعاه الأمراء والأعيان والبشوات والعلماء والأشراف، ويقف الخديوي عشان يدي إشارة بدء الاحتفال وسط تشريفة عظيمة من سلاح الفرسان. بعد كده يلف المحمل في شوارع القاهرة ويستقر عند مسجد سيدنا الحسين، ومن هناك على السويس، ومنها للحجاز. لكن الاحتفال بخروج كسوة الكعبة من مصر للحجاز قصته بدأت قبل كده بكتير، ويعتبر السلطان المملوكي الظاهر بيبرس أول حاكم يعمل احتفال بسفر المحمل من القاهرة لمكة. فكان بيتم عرض كسوة الكعبة في احتفالات شعبية في شوارع القاهرة قبل سفرها بيوم، وورث الحكام بعد بيبرس عادة الاحتفال بخروج الكسوة. حتى بعد نهاية الدولة المملوكية وسيطرة العثمانيين على مصر فضل المحمل بيخرج برضه من مصر كل سنة، لكن العادة دي وقفت سنة 1962 بسبب الخلافات بين جمال عبد الناصر والعائلة السعودية. بعد كده المبنى تحول لمقر للاتحاد الاشتراكي، وبعدين بقى مقر من مقرات الحزب الوطني، واتنسى موضوع المحمل وأهمية المبنى ده لدرجة إن ما كانش متسجل كأثر. فلما حصلت ثورة يناير الناس حرقوه، لكن في 2018 قررت وزارة الآثار تسجيله لأهميته التاريخية. ومع التطوير الشامل لمنطقة القلعة والسيدة عيشة بدأت وزارة الآثار في ترميم المبنى. وكده خلص فيديو النهاردة، بس لسه في حكايات كتير من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. اعملوا لايك وشير واستنوني في حكاية جديدة.